عليه السلام من بعد موسى قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. أين الأرض؟ كل الأرض. لم يقل لهم اسكنوا مصر أو اسكنوا فلسطين، تشتتوا في الأرض. وهكذا على مدار التاريخ بعد موسى عليه السلام تشتت اليهود وعاشوا في كل الدنيا، في بلاد المسلمين وفي بلاد أوروبا وفي كل العالم كان فيه اليهود يعيشون. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بهم لفيفا. كيف يأتي بكم لفيفا؟ كيف يكون لفيف؟ يعني مع بعض، لفيفا مجتمعين ليس فرادى. هكذا اليهود عندما نرى الهجرة التي حدثت في 50 سنة الماضية إلى فلسطين، هجرة من كل المكان، يأتوا من روسيا، من المغرب، من بولندا، من تركيا، من كل مكان. اليهود يتجمعوا أين؟ في فلسطين. لا سيما في فلسطين قد جادلوا زمانا طويلا كثيرا وكانوا مظهرا لامتحان الله تعالى جل جلاله. ان شاء الله سيكون نصر على يديه. نحن نرجو من الله ان شاء الله يعني نبذل الجهد حتى نستحق نصر الله عز وجل ان شاء الله. وهذا الجهد هو الجهد المشترك الذي يقوم به المسلمون في الأمة كلها، ليس جهد الشعب الفلسطيني ولا جهد إخوانكم في حركة حماس. كل الأمة الحمد لله، من أندونيسيا في أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، كل مكان فيه من يحمل هذه الراية ويعد العدة كما فعل صلاح الدين، كيف قاد الأمة ووحدها. إن شاء الله هذا أملنا القادم إن شاء الله. فنحن جنود في هذا الجيش القادم بإذن الله تعالى. وإن شاء الله تركيا كما نهضت بالأمة في الماضي وكان لها دورها في قادة الأمة بل قادة البشرية كلها، إن شاء الله اليوم هي تستعد لهذا الدور الجديد. نحن نطلب وندعو من الله تعالى أن يكون تركيا يعني يقول الله عز وجل ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذا عداوة اليهود في تركيا في المسلمين في تركيا كثير. الحمد لله. إن شاء الله سيظهر مظهر الآية في تركيا بقيادة مدارسنا وبأردوغان. إن شاء الله إن شاء الله. يعني إذا المسلمون وكل شعب تركيا مسلم بفضل الله اجتمعوا احنا دائما دور العلماء هو الأساس في بناء الجيل، وإن شاء الله أنتم دوركم كبير هنا في تركيا في بناء الجيل وإعداده. وقضية الأقصى جزء من عقيدتنا التي يعني نريد أن نبذل جهدا أكبر في جمع الأمة وتوجيه الشباب نحوها. القرآن هو الأساس في التربية، والقضية التي نريد أن نعمل لها إن شاء الله مع شبابنا وأبنائنا أن يستعدوا لهذه المعركة، لأنه البناء الإيماني المطلوب أن نعززه بالجهاد، ولا نريد أن تضيع البوصلة. الجهاد للأسف كما تروا صار فيه يعني توهان أو ضياع كايبولدو، دخل عليه للأسف التطرف والغلو، وأصبح الجهاد الناصع، الراية الناصعة التي ينبغي أن تكون في فلسطين أصبحت عمياء لا يرى الشباب هذا. وهذا نريد أن يكون دوركم في تحصين شباب الأمة وإعدادهم فعلا للجهاد الصحيح، لأن يكون في سبيل الله وفي المكان الصحيح. إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلو في الدين. الآن باسم الإسلام أن يتحاربون بعضهم ببعضهم غلات. في عقيدتنا أن العلم أن العلماء لازمون للأمة. بعد العلم لابد العمل، وبعد العمل لابد الإخلاص، وبعد الإخلاص لابد القوة. يقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
مع الأسف كثير من علمائنا حتى في هذه المنطقة حينما يبحثوا عن القوة ينفرون. القوة لا بد أن يكون للدولة، الدولة إذا كان غير إسلامي، يعني إذا كان القوة في أيدي أعداء الإسلام. يقول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني لا بد للمؤمنين مع العلم والعمل والإخلاص لا بد أن يكون قوة. واحد من إخواننا من مصر قال: أي شيء تفعلون في شرق تركيا لأجلي لنا في مصر؟ قلت: لا نفعل غير الدعاء لكم. وانظروا إلى إخواننا في غزة في فلسطين سنوات يجاهدون مع الدنيا، الإسرائيل مع الأمريكا مع إنجلترا لله الحمد، ومع ذلك إنهم يقومون على أقدامهم. إني بقيت في السجن 5 سنوات. بعض إخواننا الآن 24 سنة الآن حالة في السجن. جميع إخواننا قد دخلوا في السجن 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات. الآن إيش التهمة اللي كانت؟ لأجل أنتم تطلبون حاكمية الشريعة. أما في موضوع أنا هنا مقيم في تركيا في اسطنبول، والأمين العام لائتلاف عالمي من أجل القدس وفلسطين. هذا الائتلاف يضم نشطاء العمل في العالم الإسلامي من أجل القدس. نقوم بأدوار في العمل التعبوي والتعريفي، نوجد معاهد للمعارف المقدسية في العالم الإسلامي من أجل التعريف بقضية القدس وجعل أبناء الأمة يعملوا ويهتموا بها. Malum Yahudiler bütün ümmetin Müslümanlarıdırlar. Rabbimiz Celle Celaluhu ve letecidenne eşedden nâsi adaveten lillezine âmenû el-Yehude vellezine eşrekû. Yahudiler bütün ümmetin Müslümanlarıdırlar ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, kıyamet korkmaz ta ki siz Yahudilerle, yani Yahudilerin zulmü o kadar artıyor ki bu ümmet Yahudilerle Kudüs'te savaşmadan, yani bu dünya ömrünü tamamlanmaz. Hatta öyle bir durum olacak ki Yahudiler ağaçlar, divarlar arkalarına kendilerini saklarlar. Ağaç, taş diyor: ey mümin, ey Müslüman, ya Abdallah, Taala halfi Yahudiyin faktulhu. Yani öyle bir durum olacak ki demek ki Yahudiler o kadar zulm ederler. Hatta taşlar, ağaçlar onları setre etmezler inşallah. Şimdi burada bu ümmete vekalet olarak Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz onlara mücadele ediyorlar. Biz de var gücümüzle, hatta biz diyoruz keşke imkanımız olsaydı, biz de Gazze'de, Filistin'de olsaydık, biz kardeşlerimize yardım etseydik, o Yahudiler, o mel'un, lanetlenmiş olan o kavme karşı biz de mücadele etseydik. Dolayısıyla yani var gücümüzle, elimize gelen her şeyi biz Gazze'deki, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize yardım etmek istiyoruz. Eskiden hatta vakı oldu, biz perede topladık ama oraya göndermek de çok zor oldu. Sonradan ne şekilde yetiştirdik. Yani dolayısıyla yani bu Filistin davası ümmetin davasıdır. Tek Filistin'e has değildir çünkü Yahudiler bütün ümmete zulm ediyorlar, bütün ümmeti rahatsız ediyorlar. Dolayısıyla her mümin üzerine vaciptir ki, farzdır ki Filistin'deki, Gazze'deki Müslüman kardeşlere yardım etsinler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Hatta bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor: Men asbaha ve lem yehtemme bi umuril muslimine feleyse bi muslimin. Biz de elhamdülillah yani eğer elimizde fazla şey gelmese de daim dualarımızda, kalbimizde, bütün konuşmalarımızda yani Filistin kardeşlerimizden bahsediyoruz. Onlar için Allah'tan yardım istiyoruz. Ve yine diyoruz Allah-u Teala onlara yardım etsinler. Ve Allah-u Teala yani bizi de onlara ortak etsinler. Yani Yahudilere karşı bu mücadelede.
على بالك